بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جايين نتكلم عن العوامل اللي بتأثر على الاستثمار. احنا اتكلمنا قبل كده عن العوامل اللي بتأثر على اتخاذ قرار الاستثمار. النهارده بنتكلم عن العوامل اللي بتؤثر على الاستثمار نفسه. أولها الاستقرار بمعنى استقرار النظام السياسي، النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي للدولة. الثلاث حاجات لو مش مستقرين مش هيبقى في مناخ آمن للاستثمار. يعني على سبيل المثال اللي حصل في مصر من أول ثورة 25 يناير 2011 مرورا ب 30/6/2013، ده أدى لعدم استقرار الوضع السياسي ومن ثم الوضع الاقتصادي، وطبعا ناهيك عن الوضع الاجتماعي. وحاليا زادت الأسعار وزاد نسبة التضخم بنسبة 33%، فما فيش استقرار اجتماعي بدرجة كبيرة. عدم استقرار النظام السياسي، عدم استقرار النظام الاقتصادي، عدم استقرار المجتمع، ده مش ممكن يأمن بيئة صالحة للاستثمار في مصر، سواء جذب الاستثمار الخارجي أو إن المستثمرين المصريين هتبدأ تشتغل وترجع لطبيعة عملها. والدليل إن في أكتر من 4500 مصنع مقفولين في القطاع الخاص، ناهيك عن بقى الشركات بتاعة القطاع العام اللي كانوا عارضينها وعايزين يبيعوها. وهي كل المطلوب فيها إن في إدارة وطنية تكون إدارة فاهمة قادرة واعية على التغيير. فمسألة الاستقرار دي أهم نقطة من العوامل اللي بتؤثر على جذب الاستثمارات. إن الدولة تتعرض لثورات، إن تتعرض لصراعات على الحكم، إن مفيش مناخ سياسي مشجع على إفراز قيادات سياسية، كوادر سياسية، أحزاب سياسية. عدم استقرار النظام السياسي ده مش ممكن يخلي فيه استقرار اقتصادي، لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة زي ما بيقولوا. فما فيش سياسة مستقرة يبقى ما فيش اقتصاد مستقر. الصراع على الحكم بيؤدي لخلق أجواء غير مشجعة للاستثمار تماما. في نقطة تانية لازم نتكلم برضو فيها بالنسبة للاستقرار، اللي هي سياسة الدولة من حيث القيود اللي بتحطها على الاستثمار. كل ما كانت القيود كتيرة كل ما هرب الاستثمار، كل ما كتر تدخل الدولة في طرق تنفيذ المشروعات كل ما خلى ده يخلي المستثمرين تهرب من مصر، سواء المستثمر المصري أو المستثمر الغير المصري، عربي أو أجنبي. على العكس من ده، كل ما كان هناك استقرار سياسي داخلي وخارجي هيخلي فيه استقرار اقتصادي، هيخلي فيه تشجيع للمستثمرين على أن يضخ أموال وأموال وأموال وتكبر مشاريعها، ومن ثم بتزود نسبة التشغيل، بتقضي على البطالة، بيبقى فيه استقرار اجتماعي، استقرار سياسي، استقرار اقتصادي. النقطة الثانية اللي هي النظام القانوني. النظام القانوني يعني ايه؟ يعني قانون الاستثمار، يعني التشريعات القانونية الخاصة بالاستثمار. احنا فضلنا مستنيين فترة كبيرة جدا عشان يصدر قانون الاستثمار، وبقالنا أكتر من سنتين بيناقشوا قانون الاستثمار. أخيرا صدر قانون الاستثمار، عليه اعتراضات كثيرة، وخصوصا أنه منحاز بالنسبة لجانب المستثمرين الكبار ونسبة مشروعات الصناعات الصغيرة ملهاش وجود خالص. في ناس بتقول لك ان هو ارجاع المناطق الحرة دي كارثة. فاحنا دلوقتي المفروض ان النظام القانوني يكون نظام متوازن. قانون الاستثمار لازم يكون قانون متوازن بيشجع على الاستثمار وبيضمن لتشغيل، نسبة التشغيل تكون مرتفعة جدا عشان تقضي على البطالة. قانون الاستثمار يكون أهدافه واضحة: تقليل البيروقراطية، تقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين، مساعدتهم على إنشاء شركات إلكترونية، أنا أقدم ورقي وأخده في أسرع وقت، أكون معتمد فتح الشركة الجديدة أو المشروع الجديد اللي أنا عايز أشتغله. يعني أنت لازم تقضي على البيروقراطية عن طريق إيه؟ تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة إنهاء الإجراءات.
البت في طلب التأسيس خلال يوم عمل على الأكثر. اكتساب الشركة مثلا لفتح الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها. استحداث نظام مكاتب اعتماد. المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازم. تسهل على الناس إن هي تقدم إجراءاتها، مش يقعد يلف على 12 13 مكان ويفضل يلف حوالين نفسه ويدفع رشاوي هنا ويدفع رشاوي هنا ويدفع رشاوي هنا. تاني نقطة الشفافية. الشفافية يبقى الأمور واضحة تماما، مفيش أي فرصة للتلاعب برأس المال المستثمر ولا المستثمرين. يعني قبل كده في رأس مال خليجي هرب بسبب انه بيقول لك انا لسه ما فكتش المشروع، يعني لسه ما عملش المشروع او اشتغل ودفع رشاوي بالملايين. امال لما هشغل المشروع الحكومة بقى تاخده مني ولا ايه اللي هيحصل؟ فالشفافية تكون مهمة جدا. الأهم من وجود قانون استثمار تنفيذه واحترامه. فالمفروض إن اللوائح التنفيذية بتصدر بسرعة، واضحة، شفافة زي ما قلنا، منظمة العمل بأسرع ما يمكن، بحيث إن المستثمرين تبدأ تقبل على الاستثمار في مصر، وخاصة إن أنت محتاج العملة الأجنبية، فكل اللي هيجيلك من بره يبقى جايب عملة أجنبية. يعني مثلا على سبيل المثال اللي هو الخبر بتاعه امبارح اللي هو لما اجتمعت وزارة الاستثمار في جدة مع بعض المستثمرين السعوديين واتفقوا على انهم يضخوا 51 مليار دولار امريكي في مصر. ده خبر مهم جدا، ولو حصل على الطبيعة يبقى انجاز اقتصادي كبير جدا، خصوصا بعد ازمة تعويم الجنيه المصري ووصول الدولار ل 18 و19 و20 جنيه. كل ده يكون مهم. طبعا لازم قانون الاستثمار ده يكون فيه لجنة فض منازعات الاستثمار، لجنة وزارية، محكمة، زي ما يكون، المهم يبقى فيه آلية لفض منازعات الاستثمار. تشكيل أمانة فنية، في تقارير دورية بتتم في متابعة التنفيذ، في اجتماعات أسبوعية مثلا من خلال الوزارة بتوفر الداتا بيز للمستثمرين أو للي عايز يستثمر، بحيث إن الناس تبقى مطلعة وعارفة راسها من رجليها. كل ده موجود. باختصار قانون آمن للاستثمار، لدخول المستثمر بشكل آمن وخروجه بشكل آمن لو حب إن هو يخرج، لأن واحد عايز يلم فلوسه يلمها، عمره ما هيلمها طول ما في مناخ جيد وآمن للاستثمار. برضه يبقى في خريطة استثمارية واضحة عادلة بتعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع العام والقطاع الخاص. برضه يبقى مهيأ فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص. كافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية تبقى معروضة ومنشورة ومتاحة للجميع. حجم الاستثمار، أنواع العقود، المواقع، المرافق المتاحة، كل ده. قدرة المستثمر على أنه يشوف البنية الأساسية المتاحة، الخدمات الحكومية، وهو كذلك. تمام؟ يبقى تاني حاجة النظام القانوني. التالتة البنية الأساسية. لسه أنا في نهاية كلامي عن القانون كنت بتكلم على البنية الأساسية. كل ما كان عندك بنية أساسية من طرق، مواصلات، مرافق، خدمات، طاقة، كل ده من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي والمصري. لأن أنت لما يكون في بنية أساسية، في شوارع، في طرق، في مواصلات، في كل حاجة مؤمنة وآمنة، هتخلي الناس تضخ استثمارات، بتبني استثمارات طويلة الأجل، مصانع، شركات على الطبيعة. ما بيبقاش شغال في الاستثمار بقى في البورصات في الكلام ده، بحيث ان هو بضغط الزر بيقوم لم فلوسه ومخرجها بره مصر. لا، استثمار طويل الاجل واستثمارات مباشرة موجودة. كل ده هيجي منين؟ ان عندك بنية اساسية قادرة على جذب المستثمرين. تمام. الرابعة العمالة. من اهم حاجة بتتميز بها مصر هي العمالة المدربة الماهرة الرخيصة بالنسبة إذا قارنتها على مستوى العالم. يعني هتلاقي عندك إيد عاملة كفءة متعلمة فاهمة ورخيصة. الثمن بتاعها إذا قوم بالدولار أو بالعملات الأجنبية تلاقيها رخيصة جدا.
فكفاءة الأيدي العاملة من أحد أهم مقومات الاستثمار، وهي دي اللي بتلعب دور هام جدا في جذب المستثمرين والاستثمارات. يعني أهم حاجة عندك في مصر إن عندك إيد عاملة مدربة رخيصة وموقع مصر، ده مفتاح جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والإقليمية حواليك. الحاجتين دول، مناخ مصر من حيث مناخ مصر وموقعه كدولة، وعندك الايد العاملة المدربة. احنا المفروض ان احنا نشتغل على دي، والمفروض ان مناهج التربية والتعليم كلها تبقى شغالة على ان ازاي بتعد ايد عاملة مدربة صالحة للبيئة الاستثمارية اللي انت مجهزها. النقطة اللي بعد كده التمويل. في بعض المستثمرين بيفضل ان هو يقوم بتمويل المشروع لوحده، فبيعمل شركة فردية، ومنهم اللي بيفضل ان يكون التمويل بالاشتراك مع شركاء اخرين او مع مؤسسات تمويلية. هنا بتلاقي بعض المؤسسات التمويلية بتحط فايدة على القروض الممنوحة للمستثمرين. يبقى الفيصل هنا ايه في تشجيع الاستثمار؟ انخفاض سعر الفايدة. كل ما كانت البنوك والمؤسسات التمويلية بتحط سعر فايدة بسيط بيشجع على الاستثمار. المدخرات اللي موجودة في البنوك هتسحب، هتشتغل في السوق، هتقضي على الطالع، هتشجع على العمل، هتلاقيك انت بتكسب، هيبقى عندك نسبة نمو، بينخفض نسبة التضخم، بيبقى فيه وضع اجتماعي مستقر، ومن ثم وضع اقتصادي ووضع سياسي مستقر. فالتمويل أحد أهم النقاط الهامة اللي يجب تراعيها عشان تعمل بيئة آمنة، بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار. برضو تبقى أنت مشجع على إن الأفراد تتعاون مع بعضها عن طريق إن هي تكبير المشاريع، فتعمل تسهيلات أو فاسيلتيز بالنسبة للناس اللي هي تيجي تعمل شركة. يعني مثلا لما واحد يتقدم بقرض وعايز ياخد قرض لوحده، يبقى حافز ان هو يتقدم ومعاه شركاء، يبقى الحافز اكبر. لو هياخد لوحده بنقول له مثلا انت هتاخد 100,000 وهناخد منك 10%. طب لو انتوا 4 او لو انتوا 5 هتاخدوا 500,000 وهناخد منكم 7% او هناخد منكم 5%. يبقى بتشجع على تكبير رأس المال. كل ما كان رأس المال كبير كل ما كان المشروع اكبر، كل ما جذب عمالة أكتر، كل ما شغل عمالة أكتر، كل ما إدى بيبقى قادر على المنافسة أكتر، كل ده يبقى كويس. فأنت بتشجع الاشتراك إن هي تشترك مع شركاء أو أفراد آخرين إن هي تشتغل. دي برضه بالنسبة لحوافز التمويل. وحط حوافز التمويل واللي يحطها برضه الناس اللي فاهمين في التمويل الاستثماري، مش أي حد يحطها. برضه بتستطلع رأي السوق من حيث المستثمرين، ثم أنت تعرف تحط أنهي حوافز وتشيل أنهي معوقات. النقطة اللي بعد كده موقف الرأي العام. الرأي العام لازم يبقى مهيأ ويبقى فاهم وواعي لإيه موضوع الاستثمار. يعني احنا من بعد 25 يناير 2011 المفروض ان الناس بتوعى عن طريق الإعلام، تثقيف الناس، تهيئة الرأي العام ان احنا كل ما كان في استقرار اقتصادي، استقرار سياسي واستقرار اقتصادي، هيشجع على ان هو يعمل بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، تقوم تزيد نسبة الفلوس الأجنبية أو الاحتياطي الأجنبي عندك في البنوك. ده بيأمن الاقتصاد، بيجذب الاستثمارات. حاطط انت القانون، حاطط كل العوامل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. لازم تفهم الرأي العام أهمية ان هو يساعد المستثمرين، مش ان هو يبقى معوق للمستثمرين. ولازم تفهمه ان الاستثمارات دي مهمة جدا لصالح وطنك. ما تجيش ان انت تقول له ده شركة بيبسي كولا وشركة كوكا كولا دول بتوع يهود فيروح يكسرهم لهم. طب انت خليتهم يدخلوا اصلا ليه حتى لو هم بتوع يهود؟ تبقى الحكومة بتشتغل مع اسرائيل وفي علاقات دبلوماسية واقتصادية وكل حاجة، وانت ترجع تاني تقول لليهود. فما ينفعش. فانت بتهيئ الرأي العام وبتوعيه وبتفهمه بأهمية حماية الاستثمارات حتى الأجنبية منها، مش المصرية بس، حتى الأجنبية منها.
وانه يحافظ عليها ويحافظ على امنها وامن المنشآت دي، حتى لو كان بيشتغل فيها وحصل شيء ضد الادارة ما يبقاش في تكسير، ما يبقاش في اضرابات، ما يبقاش في الكلام ده كله. فانت بتهيئ الرأي العام، دي نقطة مهمة جدا على انك انت تساعد على جذب الاستثمار. طب احنا قلنا العوامل المساعدة على الاستثمار، يبقى عكسها ايه؟ المعوقات اللي بتواجه الاستثمار. ايه المعوقات؟ الاستثمار عادة يعني الاستثمار اللي هو الاستثمارات القومية، اللي هو الاستثمارات على مستوى الدولة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، بتقابل مجموعة من المعوقات احنا هنحطها في 4 أنواع من المعوقات: معوقات إدارية وإجرائية، معوقات سياسية، معوقات اقتصادية، معوقات إعلامية وترويجية. دول 4 أنواع من المعوقات اللي ممكن إن احنا نتكلم عليه. ده اللي هنتكلم عليه المرة الجاية إن شاء الله. نشوفكم على خير.